اللي ما يقولش بالصحة. أول حاجة يا أستاذ أشرف، هذا الولد اللي أنا شمه، وأنا عايز المشاهدين والمشاهدات كلهم على قدر المسؤولية يفهموني جدا. اللي أنا أشتمه عايز يعمل فتنة، يعجل بفتنة بين عوام الشيعة اللي ما بنكفرهمش أبدا وبين المسلمين. عايز يخليها نار، لأنه قلت لك معتقدهم إن لو بقت جحيم بين الطائفتين القائم يخرج. القائم اللي فين؟ اللي في السرداب. وفي الأصل وربي ما في سرداب ولا قائم. المهم، فالولد ده بيحجل، يعني نمام في الأصل، نمام بيوقع بين دول ودول. ما تعرف النمام يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله كما في تفسير البقرة في آية السحر، قال والنمام جعل النميمة نوع ثامن من أنواع السحر. قال لأن النمام يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. يعني ممكن ولد كافر زي ده مهدور الدم يوقع مثلا ودول في بعضها. الحين اللي عايز أقول لك النمام ده اللي بيتهم عائشة أنها زانية، أتدري إنه ابن زنا؟ أنا بقول على شاشة أهو، أتدري إنه ابن زنا؟ إزاي؟ اسألني الدليل. روى السمرقندي رحمه الله في تنبيه الغافلين في باب النمام، قال عبد الله بن المبارك والنمام ولد زنا. النمام ولد زنا، ابن زنا. اللي بيتهم أم المؤمنين هو ابن زنا. استدل على كده بإيه؟ قال لك لما هذا الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله من فوق عرشه من فوق 7 سماوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطعت كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد آثم عتل بعد ذلك زنين. إنما ده هو ابن زنا، عتل بعد ذلك زنين، ابن زنا. قال عبد الله بن المبارك فدل على أن النمام ولد زنا. قال غير النمام ولد زنا كثير من الأحناف، ونقل عنهم أيضا الإمام السمرقندي، قالوا النمام ولد زنا. فأنا بنقل من الشارع ولا أنقل من رأسي. هو جاي يقول عليها أن هي زانية، هو اللي ابن زنا. طيب دي واحدة.